ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دايما الفيديوهات اللي بعملها بتكون سببها اسئلتكم، خاصة الناس اللي بتجيلي العيادة. طيب المرة دي هنتكلم في ايه؟ هنتكلم في حاجة اسمها مقاومة الانسولين، وطبعا اتكلمنا فيها قبل كده، بس مش هتكلم ان هي عبارة عن ايه مقاومة الانسولين، لان احنا اغلبنا بقى عارفين الاعراض والمضاعفات اللي ممكن تعملها. ولكن المرة دي هنتكلم في طريقة العلاج. اغلب الدكاترة وخاصة بتوع البطنة يسمعوا مقاومة الانسولين يقوموا ايه؟ يقول لك خد ميتفورمين. ايه الميتفورمين ده؟ اللي هو اللي انتوا سمعتوه قبل كده، اللي هو الجلوكوفاج والسيدوفاج والحاجات اللي هي اصلا ادوية سكر. باعتبار ان مقاومة الانسولين هي خلل في الانسولين نفسه. ويقول لك الفرق بين اللي عنده سكر واللي عنده مقاومة انسولين انه اللي عنده سكر ما بيقدرش يخرج انسولين، فعايزين حاجه تحمسه الانسولين، واللي عنده مقاومه انسولين بيخرج انسولين بس ما بيستعملش صح. نقوم نعمل ايه؟ نديله سيدوفاج ولا جلوكوفاج او ميتفورمين عامه يعني. طب يا جماعه هو الميتفورمين ده بيعمل ايه؟ المفروض ده بيحفز البنكرياس انه يفرز انسولين، صح؟ طيب مقاومه الانسولين، ما هو فيه انسولين ولكن هو مش عارف هيعمل ايه. يعني المفروض الانسولين الطبيعي بيعمل ايه؟ بيحرق النشويات الزياده. طيب الانسولين عامه موجود ولكن هو مش عارف يحرق ولا يخسن في صوره ولا يفتح الريسبتور فيخسن ولا يعمل ايه. للاسف احب اقول لكم انه مقاومه الانسولين مش علاجها الميتفورمين اصلا، ولكن علاجها قبل كده زي ما قلت برضو هو حاجه تخلي الانسولين يتفرز قليل او ما يتفرز، او حاجه تضد عمل الانسولين. بالاخر كده ماده ثانيه اسمها الجلوكاجون. الجلوكاجون دي موجوده فين؟ موجوده في حاجه اسمها الساكسندا. والساكسندا دي عباره عن حقن بتتحقن تحت الجلد عشان تطلع جلوكاجون. الجلوكاجون ده يطول الفتره بتاعه امتلاء، الاحساس بالامتلاء، والحاجه الثانيه يوقف عمل الانسولين. يبقى اذا الجلوكوفاج مش حل مقاومه الانسولين خالص. حل مقاومه الانسولين بالادويه هو الساكسندا، او من الاخر الماده اللي اسمها الليراجلوتايد، عشان ما كنتش بعمل اعلان لمنتج يعني. ماده الليراجلوتايد دي هي الجلوكاجون علميا يعني. طيب الليراجلوتايد دي بتعمل ايه؟ هي بتطلع جلوكاجون، بيطول فتره الاحساس بالامتلاء، بيقلل الحرق بتاع النشويات، بيقلل خروج الانسولين، وبالتالي مقاومه الانسولين بتكون اقل ما يمكن، والدنيا بتبقى احسن، والخسسان بيبقى افضل. وده طبعا ميزته انه منظمه الصحه العالميه تنص استعماله وما فيهوش مشاكل من استعماله. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه في التغذيه بقى نقدر نعمل ايه؟ فاحنا قلنا اول حاجه ماده الليراجلوتايد. الحل الثاني هو بقى التغذيه، نباتات التغذيه. فالتغذيه هنعمل ايه؟ في التغذيه اول حاجه نخلي ان احنا ما ناخدش نشويات خالص عشان الانسولين ما يطلعش، وبالتالي الريسبتور ما تبقاش مفتوحه، وبالتالي ما يحصلش ان مقاومه الانسولين تبقى زياده. ده الحل. طبعا ده بيكون في حاله حاجه من الاثنين، يا اما نمشي على حاجه اسمها الصيام المتقطع، وده عشان يقلل طلوع الانسولين كتير، يكون مره او اتنين بس في اليوم، ويستحسن ان احنا نطول ساعات الصيام على قد ما نقدر لحد ما نوصل لحد الماكسيمم، يعني ايه من 16 ل 18. ده اقل حاجه. لو قدرنا نكمل، لو احنا حالتنا الصحيه كويسه ممكن نوصل ل 23، يعني ما ناكلش غير ساعه في اليوم. وده طبعا هيكون صعب بالنسبه لبعض الناس، لكن انا بتكلم في الحلول المنطقيه بعيد عن ماده الليراجلوتايد اللي هي اصلا دلوقتي بقت غاليه، والحقنه بقت وصلت دلوقتي 2000 و3000 جنيه. تمام. الحاجه الثانيه هي الكيتو دايت او الكيتوجينيك دايت. فايده الكيتو دايت ايه؟ فايده الكيتو دايت حاجه واحده، وهي انه ما ناخدش نشويات فالانسولين ما يطلعش. فلما الانسولين ما يطلعش مقاومه الانسولين تكون مش موجوده قوي، فالجسم يخس كويس بعيدا عن مقاومه الانسولين. وارجع اقول برضو الاعراض بتاعت مقاومه الانسولين هتلاقي فيه تخن زياده، شراهه في الاكل خاصه
في اي وقت من الجسم من الوقت، مش شرط بالليل. ظهور بقع بنيه حوالين الرقبه وفي اللغد والحاجات دي، وبالذات في ظهر الرقبه في الحته دي اغلب الاعراض. يعني مفيش اعراض تانية ممكن نقول عليها. وطبعا التحليل الوحيد ليها تحليل اسمه الهوما تيست، الهوما اي ار. دول عشان عشان نبين بالظبط هل في مقاومه انسولين ولا لا. كل ده يخلي مقاومه الانسولين تبقى اقل ما يمكن، وده الحلول الجذريه لمقاومه الانسولين، بره بقى اي اختراع تاني. حضرتك اكتر حاجه اتخنقت منها واتضايقت منها فكره تستعمل ميتفورمين في ايه يا باشا؟ انت لو عندك بري دايابيتك، يعني عندك عرضه او احتمالات ان يكون عندك سكر بعد في وقت، ممكن استخدم الجلوكوفاج او السيدوفاج او وات ايفر الحاجات الميتفورمين يعني اللي بتستعمل. لكن بالوضع اللي انتوا بتعملوه كدكاتره باطنه مش معاكم قوي في القصه دي، لان ببساطه ده مش حلولها. هو حلول مقاومه الانسولين زي ما انا قلت هي الحاجه من اتنين، اللي هي اللي هي الليراجلوتايد، ده حل. والحل التاني اللي هو ان احنا نلعب في التغذيه بقى، ان احنا نقلل النشويات اللي داخله الجسم قد ما نقدر، ونستعمل مصدر طاقه تاني اللي هو الدهون. وطبعا قبل كل ده نعمل برضه ليبيد بروفايل عشان ما نبقاش بنأذي الجسم، وخاصة لو حد عنده كوليسترول عالي بيبقى حله نعمل صيام متقطع ونطول ساعات الصيام قد ما نقدر. لو ظبطنا الحاجتين دول ان شاء الله الى حد كبير مقاومة الانسولين هتتحسن وربنا يسهل الحال. فملخص الفيديو بقى عشان لو هنشير الجزء ده بس، ان الميتفورمين ما بيعالجش مقاومه الانسولين. اللي بيعالج مقاومه الانسولين ماده اسمها الليراجلوتايد، او اللي بيعالج مقاومه الانسولين الصيام المتقطع بنشويات من غير نشويات، او نستعمل نظام الكيتوجينيك دايت او الكيتو دايت، وبرده مع الصيام المتقطع هيكون افضل. انا محمد غلاب، ما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب على اليوتيوب، وما تنسوش كمان الفولو على الانستجرام. اشوفكم على خير والسلام.